مساء الخير وكبسه جديده وخازوق جديد بيتقلوظ لنا من الاهلي. هو الاهلي ده عمل لا مؤاخذه على ظهر جمل يا جدعان. ايه ميتين الحظ ده؟ يعني انا بقالي كام يوم قلبي ميت وعمال احفل على الاهلاويه واقول لهم هو انتوا مفكرين انتوا تكسبوا فوتافوجو ده فوتافوجو ده فريق برازيلي. ده النادي المصري لما بيجيب لعيب برازيلي بنقول يا ويلنا، فانتوا هتلعبوا فريق كله برازيلي، فريق بطل البرازيل وفريق هيرقعكوا رقعه مش عايز اقول لك عاملين ازاي، والاهلاويه ساكتين. فايه اللي يحصل يا معلم؟ تلاقي النهارده خازوق ياتيك من حيث لا تدري. باتشيكو يروق فوتافوجو 3-0 مع الرأفة، مع ان باتشيكو ده فريق خريان مدريان انا ما اعرفش عنه حاجه، بس سبحان الله حظ الاهلي بقى طبعا وحظه. فتيجي تبص تلاقي النهارده ايه؟ باتشوكا يرقعهم 3 مع الرأفة ويقول للاهلي ايه؟ تعالى يا معلم اكسبني ولاعب ريال مدريد في النهائي. فانت كزملكاوي تبقى عارف ان العيب فيك انت بقى. احنا بقى كده خلاص ايقنا وامنا ان العيب فينا احنا. واضحه كده يا جماعه وسهله، اي فريق بنشجعه بيتفشخ. فما تقولش بعد كده ان الزمالك ضعيف او العين ضعيف او فوتافوجو ضعيف. لا يا باشا، احنا اللي اقوياء بنحسنا. فجمهور الزمالك هنشجع بقى الاهلي الفتره الجايه. انا عايز اقول لك كلمه صريحه بقى، خلاص هي بنت الرؤيه. فان شاء الله الماتش الجاي الاهلي يكسب. الاهلي فريق كبير، احنا في ظهرك يا اهلي، احنا بنحبك يا اهلي، احنا وراك يا اهلي كزملكاويه. احنا بقى كجمهور زمالك لازم نجيبك الارض زي ما جبت لنا الضغط والسكر. فهنشجعك الفتره الجايه ونشوف هتوصل لفين. فاحنا وراك في البطوله اللي جايه ديت ووراك في كاس العالم للانديه، ومش هنسيبك الا لما تبقى عامل زي حرس الحدود كده. فانت اشترك في القناه، فعل الجرس وشجع الاهلي وخليك معايا، وسلام عليكم.